ركزي معايا شويه، مش كل تشتت يبقى ADHD. حاسه ان دماغك شغاله 24 ساعه، بتتكلمي قبل ما تفكري، او انك حتى ناسيه كل حاجه؟ طب لو اجابتك الفيديو ده ليكي. انا زينب، برين هيلث كوتش، والنهارده هقول لك على اختبار سريع جدا عشان تعرفي هل اللي عندك ده تشتت ولا ADHD، ولا دماغك يمكن محتاجه شويه ترتيب. جاهزه؟ يلا نبدا مع بعض. اختبار 10 اسئله، هتجاوبي على كل سؤال بواحد من ثلاثه، يا دايما يا احيانا يا لأ خالص. ومع كل سؤال هقول لك مثال علشان لو السؤال مش مفهوم. جاهزة؟ ورقة وقلم. أول سؤال، هل بتحسي إنك بتقطعي كلام الناس ومش بتقدري تستني دورك؟ يعني مثلا لما تكوني قاعدة مع أصحابك أو مع حد تحسي إنك لازم تتكلمي فورا وإلا هتنسي كل اللي أنت عايزة تقوليه. يمكن ده بيحصل عشان دماغك سريعة، متنسيش تجاوبي. السؤال التاني، هل دماغك شغال بأفكار كتير جدا في نفس اللحظة؟ يعني لو بتفكري في الشغل مثلا هتلاقي الأكل والتنظيف ومين هيرد عليا، كل الحاجات في نفس الوقت. ممكن تكون دماغك هايبر أكتف، ده بيحصل ولا لأ؟ السؤال التالت، هل بتحسي إنك مش بتقدري تخلصي أي حاجة للآخر؟ يعني لو بدأتي مشروع مثلا ما بيخلص، لو بدأتي تاسك ما بتخلص وبعد شوية بتزهقي وتسيبيه في نصه. ممكن يكون حاجة تانية بتشد انتباهك، صح؟ تنسيش تجاوبي على السؤال. السؤال الرابع، هل دايما بتحسي بالملل بسهولة وبتدوري على حاجة جديدة؟ يعني لو لسه الحاجة جديدة بتفقدي حماسك بسرعة وعايزة حاجة تانية؟ يلا، ولا لا ولا مش دايما؟ طيب، السؤال الخامس، اوعى كنت بتنسي تكتبي، هل بتحسي انك ناسية دايما حاجات أساسية زي المفاتيح، المواعيد، تحطي الشاي، تشغلي الكاتل وتسيبيه وتنسيه؟ بيحصل؟ السؤال رقم 6، هل بتحسي إنِك متوترة طول الوقت وصعب أوي إنِك تهدّي دماغِك؟ يعني حتى لو كل حاجة حواليكِ هادية بس بتحسي إنِك دايمًا في دوشة جوّه دماغِك؟ إجابتِك إيه؟ السؤال السابع، هل بتحسي إنِك مندفعة في قراراتِك بسرعة؟ يعني مثلًا تقرري إنِك تشتري حاجة غالية أوي أو تقولي حتى حاجة لحد قبل ما تفكري فيها وبعد كده تندمي، دي اندفاعية، بس هل ده بيحصل دايمًا والّا لأ؟ السؤال الثامن، هل عندك صعوبة تلتزمي بقواعد أو تعليمات؟ لما حد يقول لك تعملي حاجة خطوة خطوة، خطوات بتنسيها، تحسي إن دماغك مش قادر يلتزم؟ ولا لأ؟ طيب، هل بتحسي إنك دايما مشغولة بحاجات تانية حتى لو المفروض إنك مركزة؟ يعني مثلا قاعدة في ميتنج أو قدام فيلم أو مع أصحابك بس دماغك في حتة تانية خالص غير اللي انت فيها؟ السؤال العاشر، هل بتحسي إن دماغك مش بيقف لحظة حتى وأنتِ رايقة أو حتى وأنتِ نايمة؟ يعني مثلًا وأنتِ قاعدة كده مع نفسِك بالليل، دماغك لسه بيجري فيه أفكار كتير وحاجات كتير؟ إيه إجابتِك؟ طيب، تعالي نشوف النتيجة. لو جاوبتِ بدايمًا على 5 أسئلة أو أكتر، يبقى في احتمال كبير إن في ADHD وأنتِ محتاجة تتكلمي مع حد متخصص. لو لأ، يبقى ما فيش مشكلة، تابعيني هنا وهاقول لِك على نصايح كتير جدًا تضبّط لِك حياتِك. أنا نفسي مرّيت بالمرحلة دي، كنت دايمًا حاسة إني مش كفاية، بس لحد ما ابتديت أفهم دماغي وأسمع لها، بدأت أحب نفسي أكتر. أنا brain health coach وأم، وحد عنده ADHD، عارفة قد إيه إن ده صعب. طيب، دماغِك مش ضدِّك، هو بس محتاج حُب واهتمام. خدي نَفَس كده بالراحة وخطوة، خطوة، وصدقيني كل حاجة بتتحل. شاركيني في الكومنتات إيه أكتر سؤال حسيتِ إنه بيتكلم عنِك. عايزة أقول لِك بقى، سواء عرفتِ إنِّك عندِك ADHD أو ما عندكيش ADHD أو عندِك تشتُّت أو محتاجة بس تضبّطي حياتِك، ما تنسيش تتابعي القناة دي. brain talks هنتكلم فيه عن كل حاجة ممكن تضبّط لنا دماغنا، التشتُّت، التركيز، التنظيم، أبسط حاجات ممكن تخلّينا نركّز في يومنا ويبقى يومنا أحسن، إنتاجيتنا تعلى. تابعوني وابعتوا الفيديو ده لحد ممكن يكون محتاجه علشان يحسوا إن هم مش لوحدهم، إحنا كتير و... ومحتاجين نعرف أكتر عن دماغنا ونتعلم أكتر عن دماغنا. أنا زينة، برين هيلث كوتش وأم، وعندي ADHD، وده برين توكس بالعربي.